ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا سعيده ومبتسمه ومبتهجه باللي انا فيه. بصوا يعني بسم الله ما شاء الله. بصوا ان الدنيا طبعا مكركبه. كل سنه وانتم طيبين، فاضل كام يوم على العيد. آه فيلا بقى روتين سريع سريع سريع، ونشوف هنعمل ايه عشان خاطر العيد. يلا بينا. بصوا بقى كده، ابتديت الاول ان انا كنت غاسله الحفاظات طبعا ونشراه، قلت المها هي الاول. وكان في ايه يعني بعض شويه من الغسيل كده، طقم ملايه وغيارين والكلام ده، قلت المهم هما الاول. قلت ايه، اطبقهم بسرعه بسرعه كده. فعلى السريع، طبعا احنا عارفين شغل العيد بيبقى عامل ازاي. ربنا يعين الجميع. بصوا، انا طبقت الهدوم وجيت بقى ايه، شلت فرش الانتريه التاني، كنت غسلاه هو كمان. وشلت حفظاتهم اللي ما طبقتهمش، طلعتهم بره لان كده كده هفرشهم دلوقتي. دي السجاده والمشاية اللي كانوا مفروشين في الصاله، هم نضف. انا ما غسلتهمش لان هم من ساعه ما فرشتهم وعليهم الحفظات. بشيل الحفظات اغسلهم بالليل، واقوم جايه فرشهم اول ما اقوم الصبح، فان هم ايه، ما عليهمش اي حاجه. فمش افترا يعني ان انا افضل اغسل على الفاضي يعني. كده بقى ايه، اخدت بتاع اللي انا بغطي بقى الرز ورا دي، كانت عايزه تتغسل، قلت انا اخد بقى ايه الشبابيك الاول. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وينعاد علينا جميعا بالخير، وربنا يكرم الجميع يا رب. حاسه ان انا النهارده، عارفين اللي هو ايه، انا مفيش طاقه للتسجيل، او مش قادره. انا الفيديو مصوره بقى لي يومين ومش قادره اسجل. حاسه ان انا ايه، طاقتي خلصت. بجد والله حاسه ان انا طاقتي خلصت في اليوم ده. بس هو ايه، عارفين ان هو انجاز، انا خلصت كله في يوم واحد وارتحت بعد كده. مش شرط انك انت تفضلي مكركبه عشان خاطر مثلا العيد، ان انا لازم اخلص يوم الوقفه. يا جماعه كل يوم بيعدي علينا واحنا في خير وفي صحه وسلامه بيبقى عيد. انت كده كده، ما انت بتروحي كل يوم وبتشيلي كل يوم، فمش لازم يعني تقعدي تكركبي لحد يوم الوقفه. لازم يعني تاخدي كده هدنه يومين تشمي فيهم نفسك. فانا ضد الناس اللي هي بتفضل لحد يوم الوقفه ايه، على ما لا انا مش همسح ولا افرش غير يوم الوقفه خالص. يوم الوقفه ده حتى السوق تكوني خلصتيه قبل يوم الوقفه، اللي هو إيه مثلا ايه، قبل الوقفه بيوم. اللي هو يوم الوقفه انت يا دوبك بتعملي الفطار وتاخدي بقى ايه بقيه اليوم لنفسك. والحاجات بقى اللي هي بتبقى البسيطه، انت مثلا بتفرشي السراير، بتحطي المفارش، حاجات كده يعني، التاتشات البسيطه ديت. طبعا انا ما بعملش التفاصيل البسيطه ديت خالص، لان انا ما بعيدش ولا مره في البيت يعني. افتكر في ال20 سنه جواز دول ما عيدناش في البيت غير مرتين ثلاثه. اه والله يعني عند امي، يا في البلد، يعني ان احنا في بيتنا لا. ربنا يديم يا رب علينا دايما لمتنا، ودايما متجمعين. هنا منا بقى كانت بتحدف لي المصليه ديت، انها قديمه شويه وخفيفه، فبحب انفض بيها. اه والله المصلية دي اللي كانت جاية في الجهاز، مصلية عمرها 20 سنة هي كمان. فانا نفضت الاول الشبابيك زي ما انتوا شفتوا كده، وزقيت بقى الانتريه. عرفتوا بقى فايدة ان تبقى سجادة واحدة، ان الواحد بيشيل في اي وقت. هنا كنت بشيل علبة المشابك والكرسي اللي انا على طول بقف عشان انشر عليه والم عليه الغسيل والكلام ده، واكنس بقى وابتدي ان انا امسح. بصوا يا جماعة، إيه، مبدئيا يعني كلمتين. الناس اللي بتضحي السنة دي او عامة يعني، طلع الحاجة في شكل كويس، يعني ما تطلعهاش لا في كيس اسود، ولا تنقي الحاجة الوحشة، ولا الكلام ده لا. الحاجة
مش هقول لك روح هات اطباق فوم مخصوص او الكلام ده، على الاقل يكون في كيس ابيض، وبعد كده هات شنطه تانية تحطه فيها، لكن ما تحطهاش هي في كيس اسود على طول. وما تنقيش الحاجه تاخد حته اللحمه الحلوه ليك والسمينه تطلعها، لا، ده بالعكس. انت المفروض تطلع احسن حاجه. الحاجه قبل ما بتحطها في ايد الانسان هي بتبقى في ايد ربنا الاول، انت مطلعها لله. فيحسنوا التصرف في اللحمه وانتوا بتطلعوها، تطلعوها بشكل حلو، وحتى ما تحرجوش اللي انتوا مثلا بتديها لهم، يعني ده لهم برضو باسلوب كويس. وربنا يعين الجميع يا رب. بصوا بقى هنا، انا كده ايه يعني، خلاص مسحت مكان الكنبه ورجعتها وشلت الكرسي. يعني المهم ان انت ايه هتشقلبي في قلب المكان، لازم ايه تظبطي كل حاجه. ولو وصلتوا لحد هنا لايك وشير يلا، والتعليق القوي منكم، لان كده يا جماعه الدنيا ميته خالص، حرام عليكم بجد. يعني انتوا حتى اللي بيتفرج، يعني انت مستخسر ايه انك تحط لايك او تكتب تعليق؟ يعني شجعونا، يعني حتى يعني قدروا التعب بالله عليكم يعني. واللي اول مره يشوفنا فضلا وليس امرا يشترك معانا. ديت المواسير بتاعت الستاير مسحتها عشان بقى ايه الستاير. افتكروا كده في الفيديو الروتين اللي فات لما رجعت من البلد، انا كنت نزلتها غسلتها ومرضتش عليها، قلت بقى ايه هو فاضل مثلا 10 ايام وارجع انزلهم تاني واغسلهم، لا انا غسلتهم وشلتهم، وقلت ايه خليهم كده ايه، اقوم جايه معلقه على طول. هنا بقى عرفت وانا لسه قايله لكم فايده ان السجاده واحده، ما اضطريتش ان انا اشيل كنب الانتريه واطلعه بره عشان اقدر الم السجاد وامسح، لا، هي طالما واحده شدتها من النص وبزق الانتريه جوه الاوضه وبتحرك براحتي. في بقى حد معايا يساعدني؟ مفيش، خلاص انت بتحركي بمنتهى السهوله. شديت الكرسي ده كمان كده، وناخد تحتيه بسرعه بسرعه كده بالمنظر الجميل اللطيف دوت اللي بيهد الحيل. ترجع بقى كل حاجه مكانها. وندي ايه النص تاني، يعني بص انا بحب ايه النص دايما ده عيد عليك ايه اكتر من مره يعني. مكان رجلينا واحنا بنتحرك رايحين جايين اتمسح مع كل كنبه شويه، بس برضو ارجع اعيد عليه تاني. جبت بقى كده السجاده وهنيجي عشان نفرشها. فرشت كده السجاده خلاص وجبت الستاير. شايفين الستاره الجديده اللي في ايديا دي؟ بصوا بتبقى حاجات بسيطه بس يعني بتفرق كتير. انا كنت بره وبعدين بجيب شويه حاجات والكلام دوت، فاللي هو ايه، لا انا عايزه اعمل حاجه جديده بس تكون يعني مش مكلفه. فقلت ايه اغير الستاره التحتانيه بتاعت الشباك بتاع الانتريه. فجبت الستاره ديت، جبتها فاتحه عشان ايه تنور شويه. التانية الاولانيه كان لونها ذهبي اللي كانت تحت، دي جبتها اوف وايت. كده علقتها هي واحطها هي ايه الاول. بصوا وقعت مني.
قولي انت بتعذبي نفسك ليه وانت عندك السلم؟ حطي السلم وعلقي عليه الستاير. اقول لكم بكسل ان انا اجيبه واحب اقوم جايه رافعاه بالمقشه وانزلها بالمقشه وخلاص، بالمنظر ده كده. وقعدت بقى ايه، ركبت الحلقات والدبابيس بتاعت البرقع والجناب. بصوا بقى، اما باجي ده انا كمان انتوا ما جبتلكوش اللقطه من اولها. ده انتوا لو شفتوا المرار عشان اظبط كل مره والله كده وانا بركب البرقع والجناب. فانا بعمل ايه عشان لخبطه؟ بحط البرقع بحلقات لون والجناب بحلقات لون عشان ما اتلخبطش وانا بحط. يعني كنت بتحطي واحده وواحده، حلقه من دي وحلقه من دي. فانا عشان ابقى عارفه ايه اللي حطيتها الاول ويجي ما تاخدش حاجه حطيتها مرتين، يبقى مرتين ورا بعض، فبحط دي في لون ودي في لون. وطبعا بتسيبي كام حلقه في النص كده عشان تدي شكل ايه، مظبوط. كام حلقه في النص بتوع البرقع بتسيبيهم من غير حلقات الجناب عشان لما تيجي ترفعيهم تدي اللي هي ايه شكل المروحه ديت. كده برفع الجناب وكده يبقى ايه الاوضه ديت تعتبر ان هي خلصت خلاص. اللي فاضل فيها ايه حاجات، يعني ان انا احط مثلا مفارش الرفوف اللي عليها الراوتر والتسجيل والتليفون والكلام دوت، وهرجع الترابيزه مكانها. تعالوا هنا بقى، شايفين القعده الجميله دي؟ من هنا بقى اوجه رساله لكل بنوته قاعده في بيت اهلها ونفسها تطل بالابيض. طل يا غاليه، طل يا حبيبتي، هتقعدي نفس القعده دي. ربنا يهنيكم ويسعدكم. بس ايوه يعني عشان يبقوا داخلين كده فاهمين انك انت مش هتطلي بالابيض هتشوفي الرومانسيه والفسح والدلع. لا 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 لا، انسي. انت هتضربي الاسدال والاسدال الجلابيه والخمار وهتشوفي شغل بيتك زي ما احنا عاملين كده. ربنا يهني الجميع يا رب. بصوا بقى، انا هنا كنت مسحت الصاله على طول. ليه ما شدتش الانتريه بالليل؟ يعني انا ليلتها بالليل كنت ايه فاصله الفريزر عشان اغسله هو والمبرد، وشدهم في نص الصاله ماشي عشان خاطر بقى ايه اعوم الدنيا ميه. كده كده الفريزر اما هيفك، لان الفريزر بتاعي مش نو فروست، دي فروست، فبيعمل تلج. عشان افك الرفوف بتاعته فهينزل ميه. فانا فكيته الاول وغسلته، وطبعا قمت جايه شايله الانتريه ومسحه والكلام دوت. فانا كان بالنسبه لي دلوقتي ان انا بمسح الارضيه تاني بعيد عليها يعني. وده فرش الانتريه كنت ايه كنت برضو مقلعاه بالليل وغسلته، وكنت لما ايه الصبح قبل ما انشر اللي كانوا ايه الحافظات وبقيه الغسيل. وكده ايه قعدت البس فيهم، وكنت فرشت السجاده خلاص هي والمشايه. ولسه ايه بعد ما اخلص تلبيس الحاجات ديت اقوم جايه حاطه الحافظات. وكنت حتى انتوا ممكن تاخدوا بالكم الانتريه كان لسه ايه مبلول كده من فوق شويه، كنت عاملاه بالسترس بيشيل البقع اللي في الانتريات حلو قوي. وايه وغسلته مش غسلته بقى غسيل، انا رشيت على البقع سترس، وبعد كده بالقماشه مبلوله ميه بصابون مشيتها على الانتريه كله. كده كنت بلبس بقى في الخداديات بتاعه الظهر الانتريه. كنا قاعدين بنسمع مسلسل اهو، شوفوا احنا شغالين برضه. يلا يا جماعه لو وصلتوا لحد هنا اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك. انا عايزه اقول لكم بعد المجهود ده كمان ودخلت عملت غدا، يعني مش ان انت رواتي وانتختي، لا 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 لا، وعملت غدا يعني هنزله لكم فيديو لوحده. كده بقى ايه الستاير دي انا كنت فكاها معاكم في اول الفيديو اهو.
انا طلعتها، كنت شغلت على الغساله، طلعتها من الغساله والله، ركبت الدبابيس والحلقات بتاعتها، وقمت جايه معلقهم على طول. هما كده كانوا هما طالعين من الغساله ناشفين، فقلت عشان خاطر ان انا لو رحت نشرتهم وهاجي اعملهم هشيلهم ارميهم من هنا لهنا، لان انا عارفه نفسي بعد التنظيفه العميقه دي بقعد مثلا يومين كده مكسله، اللي هو ايه، كفايه عليا الاكل وخلاص. فلا، طلعتهم من الغساله. آه، الجو حر اصلا والمراوح شغاله، فهما اللي انت مجرد ما تعلقيهم 10 دقايق تلاقيهم نشفوا. وعلقت دي كمان اهيت. علقت كده خلاص الستاير، وبقى ايه، جبت الحفاظات اهو بفرشها على السجاد. ليه انا حاطه هنا الحفاظات على السجاده، مع اني يعني احب شكل السجاد احلى؟ احنا هنا دي دخلت الشقه، واحنا قاعدين واكلين شاربين طول النهار قاعدين فيها. هنا بقى المطبخ، بصوا انا جبت لكم المطبخ من الاخر، لاني من عملته وانا ايه بروق في الصاله والانتريه. بصوا، لا ما شاء الله، يعني هي عارفه انا عايزه ايه بالظبط، وعملته زي ما انا بعمل. هو كان فاضل المواعين بس تتشيل، هي غسلتهم ورصتهم على الصينيه، ونضفت الدنيا ايه زي ما انا ايه زي ما انا بعمل بالظبط. وهنا كنت حاطه انا فرخه تفك عشان اعمل الغدا. فلايك يا جماعه من اجل منا. هنا بقى بوريكم بعد ما خلصت، جبت بقى المعطر، وقلت بقى ايه ادي الشقه رشه كده جميله، تحسي بقى بريحه النظافه والتعب بقى على حق. عارفين بجد يعني الراحه النفسيه بعد ما تخلصي كده والدنيا تبقى رايقه، وترشي شويه معطر او تولعي شويه بخور، تبقى ايه الدنيا زي الفل. انا عايزه اقول لكم احنا في الوقت ده كنا بقينا الساعه 6:30 اخر النهار، وانتوا عارفين المغرب بيدن 6 ل5، 8 ل5 قصدي، وجمال وماما صايمين، هعمل غدا عشاننا وابعت لهم فطار. فيعني بصوا يوم كان ما شاء الله ما شاء الله، يعني سحل سحل سحل. دول الستارتين القدام اللي هم كانوا بتوع الانتريه جوه، جبتهم علقتهم لي هنا، وما رضيتش اعلق دول اللي هم كانوا بتوعهم، لانهم اساسا ما يعني قدموا ما بقوش عاجبني، فخدت دول حطيتهم مكانهم. وهنا ادخل على الانتريه كمان بقى ارشه، وكده ابقى خلصت. ولايك وشير، واللي ما اشتركش يشترك، وتعليق قوي منكم وتشجيع بقى جامد يا جماعه. وكده اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، ونعاد علينا يا رب جميعا بالخير.